السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نكمل مع بعض منهج جريد 2 منهج سنة تانية ابتدائي. هنتكلم عن جزئية مهمة قوي اسمها السنتنس بيلدينج، اللي هي ازاي ببني الجملة او ازاي بكون الجملة من منهج الصف الثاني الابتدائي lessons 3 and 4 من الوحدة الثالثة. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة بيقولك when we talk about، لما نيجي نتكلم عن الكلاس روم activities أو الكلاس روم instructions. تعالوا نشوف أول حاجة الكلاس روم activities اللي هي الأنشطة اللي احنا بنمارسها داخل الكلاس روم. إزاي بكون sentence عن الأكتيفيتيز اللي أنا ممكن أقوم بيها داخل ماي كلاس روم، داخل حجرة الفصل الدراسي بتاعي. جايب لي أول حاجة مجموعة من الكلمات، وأنا مفترض إن أنا برتب مجموعة الكلمات دي وبعمل منها سنتنس. أول حاجة مفترض إن إحنا بنبدأ السنتنس بتاعتنا بالسبجكت، زين الفيرب، وبعد كده بنحط الفيرب في الانفينيتيف، فعل في المصدر. سنتنس نمبر 1، الجملة الأولى هو حاطط إيه هنا عندي؟ كاتب كلمة a book وI وريد. مفترض ان انا بعمل ايه؟ الجمله دي فيها ديس اوردر طبعا مش مترتبه، انا بعمل ايه؟ بعمل ري اوردر ليها، بعيد ترتيب السنتنس. اول حاجه مفترض ان انا هبدا بالسبجكت، السبجكت هنا معايا اي زين، وبعد كده انا بحط الفيرب، والفيرب لازم يكون انفينيتيف هنا لان دي اكتيفيتيز معايا في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط. فطبعا البريزنت سيمبل بيتكون معايا من التصريف الاول للفعل، عشان انا بتكلم عن اكتيفيتيز I do in my classroom، أنا بعملها في الفصل بتاعي. يبقى السنتنس هتبقى ازاي معايا؟ أول حاجة subject، وبعدين بجيب الفيرب في الانفينيتيف، وبعد كده بكمل الأوبجكت أو إيه the rest of the sentence باقي الجملة. sentence number 1، I read a book. I read a book، ده ترتيب الجملة هيبقى معايا I read a book، يعني أنا أقرأ الكتاب. number 2، I draw a picture، أنا أرسم الصورة. I subject، draw اللي هي معناها يرسم، picture اللي هي الصورة. ده ترتيب السنتنس. sentence number 3، I clean my desk، أنا أنظف مكتبي. I clean my desk. يبقى السنتنس هنا بتاعتي بتتكون معايا من subject verb object. subject اللي هو الفاعل، verb اللي هو الفعل، ولازم يكون في المصدر هنا لأن أنا بتكلم عن زمن المضارع البسيط. فزمن المضارع البسيط بيتكون معايا من التصريف الاول للفعل في حاله I و you و we و they، والاسم ايه؟ والاسم الجمع. لكن في السنجلر طبعا بحط للفيرب اس او اي اس او اي اي اس. I clean my desk، I open the door. sentence number 4، I open the door يعني انا افتح الباب. sentence number 5، I raise my hand. I raise، أنا raise يرفع، my hand أرفع يدي. I raise my hand. sentence number 6، I close the window. I close the window يعني أنا أغلق الشباك. subject verb object، subject verb object. sentence number 7، I play with my friends. I play with my friends يعني أنا ألعب مع أصدقائي. sentence number 8، I write my name. I write my name يعني أنا بكتب اسمي أو أنا أكتب اسمي. دي كلها اسمها إيه؟ اسمها classroom activities. يعني إيه classroom activities؟ يعني أنشطة أنا أقدر أقوم بيها داخل الكلاس روم بتاعي.